السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وصحة وعافية يا رب. ونبدي الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم فطورنا ال 11 برمضان إن شاء الله راح يكون مشاوي. سويت مكرونة بالبشاميل وشاركتكم شلون سويت المكرونة بالبشاميل، وشاركتكم سفرتي آخر شي. إن شاء الله راح تحبون الفيديو تستفادون منه ولو شي بسيط. خلوا لي لايك واشتركوا بقناتي إذا كنتم ما مشتركين. يلا بسم الله نبدي الفيديو. هنا عندي كمية من اللحم حمستها، بقيت شوية بيها يعني مي، ما حمستها على الأخير. ثرمت بصلايتين هيجي حجم وسط، وراح أسوي الحشوة مالت البشاميل. لحم مثروم وبصل، وراح أخلي عليه الفلفل أسود، وراح أخلي عليه الملح أكيد، وراح أخلطه وأترك البصل عندي يستوي، وبعدين أرجع أسوي باقي خطوات البشاميل. هنا خليت الفلفل الأسود والملح، وراح أترك البصل عندي يستوي. بعد ما استوى عندي البصل راح أخلي ملعقة واحدة من الكاتشب، وتقريبا نص ملعقة واحدة من معجون الطماطة، هيجي بس حتى تنطيها لون وشوية طعم عندنا وتصير كلش طيبة. الحشوة راح أخليها هيجي جوسي بيها شوية يعني سوائل، أني أحتاجها هيجي. هنا لسوي المكرونة راح أخلي كمية من المي، وأخلي عليها شوية ملح وشوية زيت. يغلي عندي المي راح أتركه يغلي عندي المي، راح أخلي عليه هاي المكرونة هيجي تصير أقلام، نوعيتها مثل الأقلام، هي خاصة بالمكرونة بشاميل. راح أخلي المكرونة وأتركها تستوي 3/4 سوا. راح أسوي البشاميل مالت المكرونة. هنا عندي قالب من الزبد، هذا القالب اللي هيجي صغير يكون. راح أذوبه، وراح أخلي عليه كوب من الطحين، راح أخلي عليه 3 أكواب من الحليب، بس الحليب يكون عندنا دسم، يعني عندي حليب ورجعت خليت عليه حليب باودر سويته دسم. راح أخلط الطحين عندي وعلى نار هادئة أخليه يستوي، وبعدين أرجع أخلي عليه الحليب، وأخلي عليه فلفل أسود وملح ورشة جوز الطيب، تنطي طعام كلش طيب. هنا بعد ما استوت عندي 3/4 سوا بهذا الشكل، صفيتها وخليت عليها مي بارد حتى لا تكمل السوا مالتها، يوقف يعني السوا. راح أخلي الحليب فوق الطحين عندنا، بس راح أخليه على مراحل حتى لا يتكتل ويصير يعني شلون هيجي سلس كلش، ولا تسووه ثخين حتى تصير المكرونة بالبشاميل عندكم كلش طيبة. خليت باقي الحليب خلطتها، وبعد ما صار عندي جاهز البشاميل راح أخلي عليه جبن، أي نوع جبن، أنا عندي جبن اللي أخليه على البرجر هيجي. بعد ما طلعت هاي الفقاقع خلاص صار عندنا البشاميل جاهز. هنا أي ماعون، أنا استخدمت هذا الماعون البايركس، حلو هيجي يطلع بي يكون شفاف البايركس عندي. وهنا أنا راح أصف المكرونة عندي هيجي وحدة وحدة. إذا أنتم ما عندكم وقت وما عندكم مجال، خلوها عادي بدون ما تصفوها أو ترصوها، بس هيجي تطلع شكلها كلش حلو. ما أخذت وياي وقت، يعني سويتها طبقتين من المكرونة. راح أرجع أخلي عليها صوص البشاميل بهذا الشكل، فشمشتين هيجي 3 أعدلهم، وأرجع أخلي عليهم الحشوة اللي سويتها. كلش سهلة وبسيطة وما يرادلها أي شي. راح أخلي هاي الحشوة بعد ما بردت وأعدلها، وأرجع أصف عليها مرة ثانية المكرونة، هم أصفها وحدة وحدة على هذا الشكل. صفيتها وراح أخلي عليها صوص البشاميل بهذا الشكل، وراح أخليها على الفرن. الفرن عندي حامي، قبلها بوقت يعني حميت الفرن عندي. هنا جاي تجهيز المشاوي، سويت معلاق وسويت تكة، وهنا إجانا ثواب إن شاء الله يا ربي يجعلها واصل.
وبعد ما حمى عندي الفرن خليت الصينية مالتي مال البشاميل راح اتركها على الظهر يعني من الأسفل، وبس تستوي راح اخليها على شواية من فوق. هنا أنا راح اسوي تمر، حمست كمية من التمر بدهن الحر، ورجعت خليت عليه الراشي، وراح اخلي عليه الجوز يطلع كلش طيب، يعني نوع من التغيير. وبهيجي سفرتنا صارت جاهزة. هاي المشاوي والفلفل المشوي والبصل المشوي والطماطة وهاي البشاميل، شوفوا لونها كلش حلو. وعندي هاي السلطة مالت البارحة بقى من عندها شوية وشوربة، وهاي الخضراوات والتمر، وخير ونعمة وفضل من رب العالمين. يا رب يزيد النعمة واحفظها من الزوال. إذا وصلتوا وياي لهنا شقولي لايك، وأحبكم كلش هواي، مع ألف سلامة.